يفصل لأشخاص أو على أشخاص، ولا لأحزاب ولا على أحزاب، ولا جمعيات. القانون لا يفصل على أحد ولا لأحد. القانون يأخذ مساره الوطني. تمام. اللي اتقال طبعا أنا قلت إحنا وزارة دعوية وطنية. ده دكتور يونس جالك ايه الطلب اللي جاله؟ أكمل لحضرتك عشان ده خبر. هقول لك حاضر. إحنا وزارة دعوية وطنية. إيه معنى وطنية؟ إن من حق إن كل اللي كانوا بيعملوا في المجال أسمع إليهم ويسمعوا مني ونقول السكك منين. تمام. في ضوء هذا اللقاء التقيت بممثلي الجمعيه الشرعيه، بممثلي انصار السنه، اليوم بالدكتور يونس مخيون ومعه مجموعه. انا كلامي واضح. القانون فوق الجميع واولهم وزير الاوقاف ووزاره الاوقاف. لا مفاصله ولا مناقشه ولا محاوره ولا تفاهمات حول نصوص القانون الواضحه. نص القانون فيه نقاط محسومة. النقطة الأولى أن الخطابة للمعينين في الأوقاف بقائم من وزير الأوقاف، وفي الأزهر من الوعاظ بقائم من شيخ الأزهر. نيجي القضية بقى اللي في خطباء المكافأة. خطباء يضع وزير الأوقاف الضوابط التي تحدد. دول من الأزهر برضه ولا من بره؟ لا نقول لك التي تحدد هذه الضوابط. أنا أتناقش فيها إلى الآن مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. هذه المرحلة التي نحن فيها لم ننتهي من وضع الضوابط مع فضيلة الإمام، لكن انتهينا إلى أمر في هذه المرحلة أن الخطابة الآن تكون لخريجي الأزهر الشريف فقط فحسب. هنيجي لغير بتوع الأزهر بقى، لغير خريج الأزهر. الأول بالنسبة لخريج الأزهر زي دكتور يسر برهامي. لسه أكمل لك. خريج الازهر وحضرتك بتتفادى الحديث المباشر في الموضوع ده؟ لا انا لا اريد ان اشخصن الامور، انما اقول لك قواعد العامه. لما جت كل الجمعيات كان ليها اتفاقات واضحه، 3 شروط عامه. الاول اي جمعيه تشتغل معايا قبل ما ابدا اي تفاهمات، قبل بدايه اي تفاهم، رفع اللافتات واللافتات الحزبيه او المذهبيه او اي جماعه، واديت تعليمات لقيادات الاوقاف. اي مسجد تلاقوا عليه الجمعيه ما شالتش، ادخل اعمل محضر للخطيب فوان وفق القانون. وفق القانون. لان الخطوه الاولى ان المساجد لله وهي مساجد لهذا الوطن. وزاره الاوقاف اي لافته ينبغي ان ترفع، واذا لم ترفع اللافته، ومن الجمعه الجايه كنا امهلنا بعض الجمعيات اسبوعين، الاسبوعين انتهوا. يوم الجمعه الماضيه انا بقول خبر اهو، ادي اول خبر، اي مسجد لم يرفع اللافته سنتخذ ضده إجراء حاسما. أي مسجد هنجد عليه لافتة لأي جماعة أو جمعية أو حزب أيا كان سنطبق القانون حسما. أدي الجانب الإيه؟ 2، ممنوع الخطب في الزوايا والمصليات، لأن هذا كما قلت يخالف ما عليه جمهور الفقهاء. وإحنا الجمعة لأنها تجمع الناس، ولأن بقول بوضوح الإرهاب والتشدد والافكار الهدامه نشأت في الزوايا. لان الخطيب اللي بيخطب في عدد 3 أو 4000 حتى لو ما فيش اي عقابه، فيها عقابه مجتمعيه. لو خرج عن السياق العقلي 1000 واحد يقفوا ليه. انما في الزوايا يجمع طائفه معينه ويغذيها بالتشدد. فالارهاب والتشدد والتكفير نشأ فين؟ في الزوايا. فعشان كده اولا هي مخالفه شرعيه وفيها ضد المصلحة الوطنية. تمام. فأغلقت من الجانبين، جانب شرعي إنها لا تنعقد فيها الجمع، وجانب وطني لأن التشدد والإرهاب والتفكير وتوزيع المنشورات وجمع الأموال بدون رقابة وجمع الأموال وذهابها كلها حصلت في الزوايا. كل ده في الزوايا. يبقى أول حاجة لا لافتات، 2 لا زوايا، 3 قولا واحدا خطبة الأوقاف. أي واحد هيغير خطبة الأوقاف هيحاسب. لو كان إمام بنحاسبه، لو مصرح ليه بالخطابه، لو مصرح هنسحب منه ايه؟ التصريح. لو مش مصرح ليه هنعمل له هي مخالفه القانون. دول 3 نقاط عامه على كل الجمعيات وكل الناس. هنخرج للاذان وهنرجع نكمل مع حضرتك. هنستناكم.